السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا نتوما بالصحه والعافيه. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادا نشارك معكم بيجامه سهله خفيفه بالثوب مبره مرايه، ثوب الرومي يعني هذا المزوق هذا. وغادا نحاول نزينو. عندي غير هنايا واحد دونتيل اللي كان شيط ليا صراحه فيه غير شي نص مترو، والكليانه جات واقفه عليها يعني بغاتها دغيا، دونك قالت لي دري ليها اللي درتي، قالت لي دري ليها زعما غير خيطيها سامبل وهذا. وانا لقيت عندي داك الدونتيل في اللون ديال الثوب، راه في اللون ديال ديك الورده. وقلت غدا بلا ما نخدمها تكون خاويه كامله، حيت هي اصلا البنات راه الثوب مزوق ما كيبغيش ديروا فيه شي دونتيل اللي عامر وهذا، يعني ديروا فيه شي حاجه خفيفه. وقلت علاش لا ما نديرش فيه غير هاد الدونتيل. غتشوفوا الطريقه كيفاش غادا ندير ليه، غادي يجي زوين. هنايا كنعبر الثوب. بالنسبه للثوب عندي فيه 2.25. المهم بالنسبه للمبره البنات انا كنخدمها بالطول، يعني كتخدموها بالطول باش كتيري على العرض، فهمتوا؟ يعني ملي تلبسي البيجامه ما كتحسيش بها كتيري لتحت، وانما كتحسي بها انت كتحركي فيها مرتاحه، يعني كتيري على العرض ديالك. هنا كنطوي الثوب بالطول كما كتلاحظوا، يعني الحاشيه كتكون من جهتي وكتكون على الطول ديال الثوب. هنا كما كتلاحظوا يعني كنطوي الثوب على الطول، ما كنطويش على التنكيس. الا درتو على التنكيس راه كتولي البياسه كتيري على التحت. هنايا كنطوي الثوب على الطول على 4، وكتنتبهوا الماء الصونص ديال الثوب، يعني الماء ديال الثوب كتنتبهوا ليه يعني باش يجي هابط مع البياسه. كنتمنى تكونوا فهمتوني. هنايا الطول ديال البياسه غادي ناخذو من الاسفل ديال الثوب بهذا الشكل هذا حتى الاعلى، ونحدد الطول ديال البياسه بهذه الطريقه هذه. صافي هنايا كتخدموا البياسه ديالكم كتكون مطويه على 4، كتخدموها بكل اريحيه. وحتى ملي كتكونوا كتخيطوا البنات ما كيتلواش لكم الثوب، يعني الا كنتو دايرين الا كنتو خادمين بالتنكيس راه كيتلوى في الخياطه وما كتجيش هي هذه. كاين اللي كيخدم بها، اللي كيبغي الكلوش بزاف في البياسه راه كيخدم بها. المهم هنايا حددت الطول زائد لوغلي اللي بغيت. وغادي ناخذ الكتف. بالنسبه للكتف غادي ناخذ 20 سنتيم بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ 8 سنتيم في دوره العنق على 3 سنتيم، ونهبط في الكتف ب 3 سنتيم بهذا الشكل هذا، وندير التقويره ديالي بهذه الطريقه هذه. غادي نجي للتركيز، غادي نهبط ب 21 سنتيم. بطبيعه الحال التركيز يعني كل وحده وشحال كنهبطوا ليها على حسب الربع اللي عندنا. غنهبط ب 21 سنتيم، وغادا ندير في الربع عندي 33 سنتيم. 33 سنتيم صافي. وغادا ندير التقويره ديالي ديال التركيز. كما تلاحظوا هنايا راه السيده راها عامره وطويله، ومع ذلك كنخدموا لها بهذه الطريقه، راه حيت المبره البنات كتجي هابطه. هنا كنهبط ب 12 سنتيم وكندخل في الايفازي بسنتيم ونص اولا 2 سنتيم على حسب الكليانه والذوق ديالها في الايفازي. صافي غادا نجي لديك النقطه ديال الايفازي وغادا نحاول نخرج للجناب ديال الثوب. كما كتلاحظوا يعني ما كنضيعوش داك العرض اللي عندنا في البياسه، كنخرجوا غير للجناب، ما نحاولوش اننا نخرجوا للزيرو الثوب، وانما كنخرجوا غير للجناب ديال البياسه بهذه الطريقه باش كنحافظوا على العرض اللي بقى لينا. صافي هنايا غادا نقطع البياسه ديالي. كما كتلاحظوا الطريقه ديالها راه ساهله، يعني بلا ما تعقدوها، حيت الا خدمتو بشي طريقه اخرى كتجيكم صعيبه في الفصاله وحتى في الخياطه ديالها. هذه ان شاء الله سهله في الطويان ديالها، ما كيعذبش، وفي نفس الوقت راه حتى الفصاله ديالها راه غادا حتى الخياطه ديالها غتجي سهله. صافي هنايا قطعت البنات. غادا نجي غير للجليل وغادا نطلع بواحد سنتيم ونص اولا 2 سنتيم. يعني هنا كما كتلاحظوا راه ما كيشكلوش بزاف، يلا كتعطينا 80، يعني 80 واقفه مع الخياطه، وهذه كتنقص لنا واحد 2 سنتيم. صافي هنايا غنطلع بواحد سنتيم ونص في الجليل بهذه الطريقه هذه، ونفصل الامام على الخلف باش نقاد الضوفه ديال الامام ديالي. هنايا البنات غادي نهبط ب 8 سنتيم. هنا الكليانه ما بغاتش الكول يكون واسع، غنهبط ب 8 سنتيم، وغادا ندخل هنايا ب 5 سنتيم، وغادا نطلع بواحد 2 سنتيم. صافي باش كيجيني الكول ديالي على الطريقه اللي بغيت، يعني كيجي بحال ما هكا كما كتلاحظوا، كيجي مقنت ماشي مربع البنات، وانما كيجي مهم بحال المثلث هكذا، كيجي بهذا الشكل هذا. صافي غادا نهبط هنا في الكتاف بسنتيم،
وغادا ندخل في التركيز ديالي حتى هو واحد شويه باش كيجي الامام مختلف على الخلف، وكذلك كنزيدوا العرض ديال البياسه. من بعد البنات غادي ندوز للكمام، غناخذ اللي بقى ليا ديال الثوب وغادا نحدد الطول ديالي ديال الكم زائد 4 سنتيم باش هكا ندير التنيه ديال الكمام عريضه. يعني كتاخذوا مثلا 60 غادي تزيدوا 4 سنتيم، هي 64 سنتيم في الكم، في الطول ديال الكم. بالنسبه للعرض ديال الكم غادي ديروا مثلا هنايا شحال خديت 21 زائد 4 سنتيم هي 25 سنتيم. صافي كنحدد العرض ديالي ديال الكم بحال ما هكا، ومن بعد كندخل ب 12 سنتيم وكنلاقي هاد النقطه مع هاد النقطه باش نحدد المنتصف ديالها، وكنجي هنايا كنحدد المنتصف ديال الجهه السفليه بهاد الطريقه هذه، ومن بعد غادي نحدد المنتصف ديال الجهه الثانيه وندخل بسنتيم ونص ونخرج بسنتيم ونص، يعني بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. ندير التقويرات ديالي بهذه الطريقه هذه. بالنسبه هنايا الدوره ديالكم كتحدوا واش 15 14 على حسب الرغبه ديالكم، وكنزيد بهذيك هذاك القياس ديال الدوره ديالكم كنزيد به على 3 المراحل، يعني باش ملي كدوروا ديك الدوره ديالكم ما كتجيكمش جهه كبر من جهه. يعني مثلا درتو 15 سنتيم في الدوره ديالكم كتزيدوا 4 سنتيم وكديروا 15 وكتزيدوا 4 سنتيم، كتزيدوا 4 سنتيم وكديروا 15. علاش؟ باش ملي كتجيو ديروا التنيه ديالكم ديالكم ما كتجيش هكذا، يعني كتجي بهذه الطريقه هذه. يعني خصو يكون نفس العبار. كنتمنى يكونوا فهمتوني. المهم دابا غادي ندوز ندير هنايا التبطين ديال الامام. هنايا غادي ناخذ واحد الطرف ديال الثوب وغادي ناخذ ديك اللي قطعت من التقويره ديال العنق، اولا تاخذوا العنق كامل وكتحطوه على الثوب وكتقطعوا. يعني الطريقه راها واضحه. هنا غادي نقطع بهذا الشكل هذا صافي، وكنهبط الهبطه ديال الكتاف. طبيعه الحال غادي نقص منه باش ما يجيش عريض بزاف. وهنايا درت التبطين ديال الظهر كما كتلاحظوا. من بعد مساله التبطين ديال الامام غنديروا التبطين ديال الظهر عادي، ايما كتحطوا الثوب على الخلف ديال الظهر، ايما كتقطعونا عادي. يعني راه حقاش كتولفوا البنات ملي كتولفوا راه كتولوا تقطعوها عادي، ما كتحتاجوش انكم تحطوا الثوب عليها اولا تحطوا التقويره ديالكم عليها. ندوزو دابا هي الخياطه البنات. بالنسبه للخياطه غادا نحط نبدا بالضوفه ديال الامام، غادا نحط على التبطين وغادا نمشي، يعني غادا نخيط ديك الخياطه الاولى بهذه الطريقه. وحاولوا البنات المبره مرايه صعيبه شويه، يعني كتزلق بزاف، يعني خصكم شويه الصبر معاها. هنايا البنات كما كتلاحظوا يعني راه كتزلق بزاف. المهم هنايا خيط الخياطه الاولى، غادا ندوز نكراني القناه وغادا نحيد دوك الزوائد ونقلب بهذا الشكل هذا، وندير الخياطه ديالي الثانيه. الخياطه ديالي الثانيه كندير خياطه ديال سنتيم، وخاصكم شويه الخاطره البنات. يعني هنايا راه كما كتلاحظوا كتزلق بزاف، يعني هذه رطبه بزاف. هذه مبره مرايه كتكون شويه صعيبه، سيرتو لو بغيتو تخدموها بهذه الطريقه هذه. يعني التبطين وهذا يعني مع الثوب كيبقى يتحك مع بعضه وكيكون رطب بزاف. المهم غادي نكمل الخياطه ديالي، غادا ندور على الكول بهذا الشكل هذا على الطوق ديالي كامل اولا الدوره ديال العنق كامله بهذه الطريقه هذه. من بعد غادا نحدد هاد القناه هادو، يعني نمشي بنفس المسافه كنحدد غير القناه. نتوما الا خفتوا انكم ما تعرفوش حاولوا انكم تراسيو الدوره كامله وخيطوا الخياطه الثانيه. هنا راه باغا ندير جوج خياطات البنات. يعني الخياطه الثانيه هي هذه، كنحاول انني داك التبطين نقادو كما كتلاحظوا راني كنشدو مزيان باش ما يتحركش ليا، حيت لو مشات تتحرك ليكم غادي تجيكم الخياطه مكمشه. ها نتوما كما كتلاحظوا كنحاول انني نقاد مزيان عاد باش ندور بالخياطه. ها نتوما كما كتلاحظوا، وكنمشي اي نقطه تراسيتها كنمشي كنوقف عندها. هنا غادا ناخذ هذاك الطريف ديال الدونتيل اللي عندي كنقسمو بهذا الشكل هذا على 3. غادا ناخذ داك الطرف الاول، غادا نخدم به واحد البابيون بهذا الشكل هذا ونحاول نثبتها في المنتصف ديال الكول، وغندور عليها بالخياطه غير من الوسط، يعني باش كتشد لي. يعني كندور عليها بهذا الشكل هذا غير من الوسط. هنا البنات راه كيبان اللون بعيد على الثوب، ولكن راه في الحقيقه غير مع الاضاءه راه كيبان راه بحالو، غير هنا ما كيبانش. ما عرفتش علاش ما كيبانش مع الاضاءه، كيبان مختلف. مع هاد المبره مع الضوء كتولي كتبري، يعني كيتبدل لونها.
هنا صافي غادي نلاقي التبطين ديال الظهر راه ديجا كنخدموا معاكم. الطريقه راه ساهله بهذا الشكل هذا. المهم كندور على الخيار، كندور على التبطين كامل بطبيعه الحال كما العاده. صافي هنا غادي ندور على الكول ومن بعد غادي نقلبو ونعاود نخيطو. يعني الطريقه ديما كنخدمها معاكم. هنا غادي ندوز للكمام. بالنسبه للكميمات غادي ندير لكم هو اللي لتحت بهذا الشكل هذا وغادي نخيط عادي. بالنسبه للخياطه البنات حاولوا انكم ما تجبدوش لا الكم لا لا البياسات اللي فوق لا الضوفات. يعني حاولوا انكم تحاولوا تقادوا. هنا واخا كيبان لكم راه جهه اكبر من جهه، راه غير مع الخياطه كيبقى يتشرب الثوب غير بوحدو وكيجيكم نفس القياس. يعني حاولوا غير تتبعوا القاعده راه كيجي نفس القياس، ما كيجيش كاع الديكالاج. هنايا كما كتلاحظوا ها نتوما يعني غير كنقاد وكنخيط حيت كيتزلق كيهرب. كنحاول غير نقادو ونخيط عادي. يعني حاولوا انكم ما تجبدوش، حيت لو مشيتو تجبدتو يعني ملي كتلبس بياسه كتبان داك التكماش من جهه الكتاف. يعني حاولوا نتوما ما تجبدوش البياسه ديالكم، ما تجبدوا لا لتحت لا الفوق، غير سيروا بشويه بشويه وغاديين كتقادوا بحال ما هكا حتى كتلقاو نفس القياس. يعني نفس القياس اللي عندكم في الكم اللي عندكم في التركيز. كنتمنى تتبعوا الطريقه باش هكا تنجح معاكم. صافي هنايا كما كتلاحظوا انا ساليت الطراق ديال التركيز. انا غادي غندوز السورجيها. سورجيت هنايا الكم وغادي نتني ديك 4 سنتيم اللي زدت انا في الكمام وغادي نخيطها بهذه الطريقه هذه. يعني حاولوا لك تخدموا البياسه خفيفه وسامبل، حاولوا ديروا دوك التنيات عراضين حيت كل ما كانت التنيه عريضه كل ما كتعطي البياسه جماليه اكثر. يعني هي درت لكم ميمات عراضين باش هكا حتى الا بغيتو تخلوه غير هكا يعني ما تزيدوا فيه حتى شي حاجه كيجي المنظر ديالو زوين، ماشي بحال درتو التنيه رقيقه. كنتمنى يكون واضح. صافي هنايا كما كتلاحظوا من بعد ما خيطتو غادي ناخذ داك الدونطي اللي شاط ليا. هنا غادي نخدموا بهذه الطريقه. غنحاول ندير ليه بحال هكا بحال شي هرم وغادي نتنيه نفينيه، نحاول نفينيه. صافي وغادي ندور عليه الخياطه. يعني في عوض ما نخلي البياسه خاويه راني في نفس الوقت راني زينتها بشي حاجه اللي بسيطه. يعني ماشي ضروري البياسه تعمروها حيت هنايا كما قلت لكم الثوب راه ديجا مزوق. يعني ما يحتاجوش اننا نزيدو الزواق بزاف باش ما يجيش شارجي بزاف. صافي بحال ما هكا يعني كنكمل الخياطه ديالي. كندور على الدونتيل وكيبغي الصبر البنات حقاش كتزلق بزاف. يعني نصيحه الا كنتو متمكنينش غير بعدو من المبره، حيت بعض الاخوات كيسولوني كيفاش نخدموا المبره. الا ما كنتوش متمكنين يعني من الخياطه العاديه من الثواب العاديين فبلا ما تلاحوا المبره، حيت المبره خاصكم الصبر معاها وخاصكم تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاها صراحه. يعني ماشي غير جيو خدمها حيت صعيبه شويه. ماشي ما كنهضرش لكم على المبره كامله، يعني كاين المبره اللي سهله. المبره العاديه البنات راها سهله على هاد المبره مرايه، حتى الطراكس شويه سهله على هذه حقاش كتكون فيها محفره، كتكون بحال المحفره كتجي شويه سهله. وخلاص المبره ديال القفاطن وهذه اللي ما كثيرش هذيك راها سهله. يعني هاد المبره مرايه هذه شويه اللي صعيبه. صافي هنا كنحاول اي بلاصه خص الخياطه كنخيطها في داك الدونطيل باش هكا كيتبس مزيان. دابا البنات غادي ندوز كيجي على هذا الشكل هذا بطبيعه الحال. ها نتوما كيفاش تجي. دابا غادي ندوز نمونطي البياسه. غادي نمونطي البياسه حتى للاسفل بطبيعه الحال. وغادا بالنسبه للوغلي غادي ندير لوغلي عريض، لوغلي عادي يعني حقاش ما كاينش كلوش بزاف. يعني ما تلوى لكم ما والو، كونوا اكيدين الا خدمتوها بالطول بحال ما هكا ما كيتلواش الثوب. ها نتوما كما كتلاحظوا لكم كيفاش غاديين. وهنا شفتوا راه ما كيتلوى لا ثوب لا والو. يعني راه كنخيط عادي والثوب كيعطيني الطوع، يعني راه ساهل في الخياطه ديالو. ها نتوما كما كتلاحظوا. دابا صافي غادا ندوز غير لوغلي. هنايا بالنسبه للشكل النهائي كتجي بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا. يعني شي حاجه اللي سامبل وسهله وكتطلع رخيصه يعني وماشي مكلفه. يعني الثوب اصلا راه زوين بوحدو، يعني بوحدو ما يحتاجش اننا نضيفوا ليه شي حاجه اللي بزاف تكون مشارجيه. هنا كما كتلاحظوا ها نتوما الكمام يعني ما كيجيو لا مكمشين لا والو. هنا بطبيعه الحال البياسه راه كما ساليتها صورتها معكم ومصلوحه ما والو، يعني لا في الدار لا في والو. هنايا الكميمات كيجيو بهذه الطريقه هذه. هنايا الجهه الثانيه كتجي بهذا الشكل هذا، شي حاجه اللي بسيطه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال عجبتكم لا فيديو خليوا لي جيم، ومرحبا بتساؤلاتكم بالتعاليق ديالكم. شكرا لكم لتتبعكم القناه. المهم بنات ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. هنايا كما كتشوفوا كنوريكم الجهه الثانيه وحتى حتى الجلين ديال البياسه غنوريهم لكم. هانتوما غادي تشوفوا الجلين ديال البياسه خدمتهم بهذه الطريقه. درت لوغلي اللي عريض.
المهم بنات، خليتكم في رعاية الله وبسلام عليكم.